بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بإذن الله نقدم لكم وصفة سهلة وسريعة، طاجن الرز المعمر باللحمة. معانا لحمة بتلو، هناخد تشويحة معانا في زبدة وبصلة مكعبات صغيرة، حط لهم رشة ملح ورشة فلفل. هتاخد تشويحة معانا لحد ما البصلة تدبل. بعدين هنجيب الطواجن، معانا 100 جرام زبدة، معانا 100 جرام قشطة، ومعانا لتر ونص حليب مغلي، ومعانا رز مغسول ومتنشف من المية. اول شيء هنضيف 50 جرام زبدة على 50 جرام قشطة على الرز، ونضيف عليهم ملح وفلفل، ونقلبهم كويس لحد ما الزبدة والقشطة يتمكسوا في قلب الرز. بعدين هنضيف جزء صغير في الطاجن بنفس الطريقة، هنضيف عليه اللحمة بنفس الطريقة، وبعدين هنزود الرز فوق اللحمة بنفس الطريقة، ونسيب مساحة في الطاجن نعمل حساب ارتفاع الرز بعد التسوية. بعدين هنضيف اللبن بنفس الطريقة لحد الآخر. هيخش معانا الطاجن الفرن، هنكون مسخنين الفرن قبليها بشوية. هيخش ياخد نار فوق وتحت مع بعض لحد ما ياخد الكفر من فوق. اول ما مكون الطربوش بتاعه ياخد الكفر، هنبتدي نقفل النار من فوق، ونفضل سايبين النار عليه من تحت تلت ساعة بالظبط، 20 دقيقة، ويكون جاهز معانا بإذن الله أحسن طاجن رز معمر. بعد ما يطلع هنضيف 50 جرام زبدة وال50 جرام قشطة على وش الطاجن بنفس الطريقة. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وجربوه بإذن الله، هيعجبكم إن شاء الله. كل يوم بإذن الله فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.